الدنيا بصرة، الشط يحتضن الخليج، والفارسي مستاء من العربي. رب كرة مستديرة تسوي اللي تعجز عنه طاولات السياسة المستديرة. هذا هو الانطباع اللي صار عند العراقيين بعد الافتتاح المبهر لبطولة خليجي 25. خلونا نقرأ الحدث وأهم رسائله. اللي صار أنه البصرة أبهرت الجميع بافتتاح خليجي 25، أبهرت العراقيين والعرب والعالم، وكسرت الصورة النمطية الرائجة عن العراق من سنوات على أساس كونه حديقة خلفية لبلد جار، بلد إلى أتباع يتحكمون بالسياسة العراقية. خليجي 25 كسر هاي الصورة بشكل واضح، وتبين أنه العراق قد يمرض بس ما يموت. ما هي أهم رسالة قدمها خليجي 25؟ أهم رسالة أنه العراق صعب ينفصل عن محيط العربي، وهذا صار بجهد مشترك عراقي وخليجي. لهذا شفنا احتفاء متبادل، العرب محتفين بعودة العراق والعراق محتفين بالأشقاء الخليجيين. وكان لشخصية البصرة تأثير واضح ببناء هذا الجسر. نعرف مدى قرب البصرة روحيا من الخليج، مثل ما نعرف مدى أصالتها وعراقيتها وطيبتها وكرم أخلاق أهلها، وكل هذا تجسد بالحدث الرياضي الأهم بالخليج. تنظيميا ما شفنا مشكلة إلا منغص عابر حدث بالافتتاح مع الوفد الكويتي، أزمة بسيطة ذات طابع شخصي ما أثرت على الدورة، وصارت انتقادات للوفد الكويتي بسببها. واللي انتقدوا تصرف الوفد مو العراقيين بل الخليجيين وحتى الكويتيين نفسهم، على اعتبار أنه اللي صار مجرد خطأ عابر وما يستحق ردة الفعل اللي شفناه. عاد هذا المنغص الجميع فوجئ بموقف إيراني غريب، وهو اعتراضهم على تسمية الدورة بالخليج العربي، وعلى أساس مقدمين اعتراض لدى الفيفا، يقولون الخليج اسمه الخليج الفارسي مو العربي. غرابة هذا الموقف جاية من كونه يحدث للمرة الأولى وما حد سمع به بأي دورة سابقة. فايش معنى لما العراق استضاف البطولة اعترضوا على التسمية، وين كانوا من 24 دورة سابقة؟ المهم أنه هناك امتعاض من الموقف الإيراني، لأنه كان يفترض بالإيرانيين يشيدون بنجاح البطولة وبعودة العراق للمحافل الدولية وانفتاحها على بلدان الخليج، على اعتبار كونهم يهتمون بمصلحة العراق واستقراره. لكن اللي صار هو العكس، تركوا كل إيجابيات الحدث الكبير وتشلبوا قضية ما لها أصل. يابا شنو الخليج عربي لو فارسي؟ الخلاصة خليجي 25 نجح نجاح باهر، نجح بإعادة العراق لحضن الخليجي، ذكر العالم بحقيقة الشعب العراقي وكونه وريث حضارات عظيمة. صحيح الحدث رياضي لكنه رمزيا يعني الكثير، وراح يسهم بتقوية الهوية الوطنية، وكل هذا بفضل البصريين اللي أنابوا عن جميع العراقيين بأداء المهمة ونجحوا بيها نجاح مذهل. بالنتيجة لا تستهينون بالرياضة، ورب كرة قدم تحقق اللي عجز عنه الجميع،
من 20 سنة. مبروك للعراق، وشكرا لثغرنا الباسل بصرة الجاحظ والفراهيدي والسياب، بصرة الكرم والطيبة والبيوت المفتوحة.